هو ده كل الدهب اللي في البيت ولا في دهب تاني 20؟ انت عايز تبيع دهب يا محمود؟ انت اتجننت؟ اتجننت؟ هو انا عشان عايز ابيع الدهب عشان اوسع مشروعي يبقى اتجننت 20؟ مش مشكلتي دي، مشكلتك انت تحلها مع نفسك. وعلى العموم انا رنيت على انور اخويا وزمانه جاي. وايه اللي دخل انور بينا؟ وبعدين انا لما كنت بتحتاجي اي حاجه ما كنتش باخرها عليكي، ولما الدنيا ضاقت معايا بتقولي لي انا لا. طب ما مشروعنا ده اللي بناكل منه عيش، اللي فاتح بيتنا. محدش قالك تتجوزني، لو ما كنتش قادر كنت قلت من الاول. انور، ايه يا بنت عماله ترن عليا فيه؟ تعالى يا انور شوف اللي انا فيه. مالك في ايه؟ البيع عايز يبيع ذهبي. دهبك؟ اه تعالى ادخل، تعالى. هو فين؟ جوه. عديني. ايه اللي حصل يا محمود؟ اسال اختك. ايه اللي حصل؟ محمود عايز يبيع ذهبي عشان يفك زنقته. هو انا ماشيه معاه في شغله ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عايز تبيع دهب اختي؟ ايه اللي بتقوله ده يا انور؟ وبعدين يا عم انا ما سرقتش الدهب ده، انا شريك فيه زي ما هي برضه ليها فيه. وبعدين انا في زنقه، الدنيا كلها اتخلت عني، بس ما كنتش متوقع ان مراتي هي كمان تبقى شبه الناس اللي هتخلى عني. كنت مفكرك انت الوحيده اللي هتقف جنبي. ومش هفرط في حاجتي عشانك يا اخي، سيبني على الاقل يكون لي قيمه وسط الناس. انا عايز اقول لك كلمتين يا شيرين قدام اخوكي. اللي تحافظ على قيمتها في عينين الناس وتنسى قيمتها في عينين جوزها للاسف تبقى ست مش اصيله. مش اصيله؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ انت بتهين اختي وانا واقف ولا ايه؟ بقول لك يا انور، خد اختك وامشي. انا كنت مفكر ان اختك شريكة حياتي، بس الواضح ان اختك بتحب تحافظ على صورتها قدام الناس. امسكي. عادي، هو انت فكرني من الستات اللي هتقعد تعيط تقولك لا والنبي خليني؟ يعني خلاص يا شيرين هتسيبيني في عز الظروف اللي انا فيها دي، واخوك موافق على الكلام ده؟ بيت ابويا انت عارفه، لما ظروفك تتحسن ابقى تعالى خدني. ما ده السند الحقيقي. ما وعدكيش ان لما ظروفي تتحسن ابقى اخدك. ما يجراش حاجه. سيبيها لوقتها. لم حاجتك يلا حاجتك قدامي، لم حاجتك. لما تقف على رجليك تبقى تعالى.